مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إجراء عمليات جراحة العيون في إقليم جنوب البحر الأحمر. جهود بناءة لتأمين إمدادات الدم بالتبرع الطوعي. مشتل صارونا يجهز الشتول اللازمة للحملة التنموية الصيفية. لقاء أمريكي صيني رفيع المستوى في لندن. أمين عام حلف الناتو يدعو لزيادة ميزانية الدفاع الجوي. رصد حاملتي طائرة صينيتين تنشطان للمرة الأولى في المحيط الهادي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أجريت أكثر من 200 عملية جراحية للعيون بمستشفى عصب خلال الفترة من 4 وحتى 10 من يونيو، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة ومستشفى برهان عيني. وأوضح طبيب العيون في مستشفى برهان عيني الدكتور إيوب بياني أن البرنامج المنفذ على هيئة حملة جاء استمرارا لبرنامج مماثل تم تنفيذه في إقليم جنوب البحر الأحمر في أبريل الماضي، وشمل عمليات إعتام عدسة العين والجلاكوما وعلاج الالتهابات وغيرها. وقال أن العمليات الجراحية أجريت أيضا ل10 أطفال يعانون من مشاكل طبيعية في العين، حيث كانت تلك العمليات فريدة من نوعها وناجحة. وذكر مسؤول قسم طب العيون في مستشفى عصب الممرض جبرهيل ميكائيل إجراء الفحوصات الطبية مسبقا ل3000 مواطن في 52 قرية بمديريات الإقليم الأربع، وبناء على ذلك تم إعطائهم الأدوية والنظارات الطبية فضلا عن تحديد موعد للعمليات الجراحية. ومن جانبهم أعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية عن امتنانهم باستعادة بصرهم من خلال خدمات الجراحة المجانية في منطقتهم. قال سكرتير جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم السيد برخت موسازجي أن الجهود مستمرة لتأمين الدم بالتبرع الطوعي. وأوضح بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم بأن الاحتياجات السنوية لبنك الدم تصل من 12,000 إلى 15,000 وحدة دم، مؤشرا إلى الازدياد المضطرد لأنشطة التبرع الطوعي بالدم في البلاد. وذكر بأن الجمعية تعمل جاهدة بالتعاون مع الشركاء لضمان استمرارية إمداد المستشفيات بالدم. هذا ويحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم هذه السنة تحت شعار نتبرع سويا بالدم لنعطي الأمل وننقذ الحياة. قام مشتل صارونا بإعداد الشتلات لحملات التشجير المخطط تنفيذها في الصيف المقبل. وصرحت ممثلة سلطة الغابات والحياة البرية بالمديرية السيدة شوي كالو أن المشتل بدأ عملياته هذا العام بتلبية احتياجات برنامج التشجير الصيفي، وأنه قد أنتج حتى الآن أكثر من 48 ألف شتلة. وأوضحت أن الهدف الرئيسي للمشتل هو إنجاح برامج إعادة التشجير والحفاظ على أنواع الأشجار المهددة بالانقراض واستبدالها ضمن جهود المحافظة على تنوع الغابات وإثرائها. وأضافت أن معظم الشتول التي تم تجهيزها محلية وسيتم قرصها في السهول ودور العبادة وكذلك المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة من قبل المشجرين من القطاع الخاص والطلاب وأفراد قوات الدفاع وغيرهم من المشاركين في برنامج التشجير اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري. وذكرت السيدة شوا في الختام الإدارات بضرورة تحمل المسؤولية اتجاه الشتلات المغروسة، لأنها تحتاج إلى الحماية والمراقبة المناسبة إلى حين الوصول إلى المستوى المنشود. تقدم عيادة كرمد بمديرية حقات خدمات فعالة لرعاية الأمومة والطفولة. وأوضح السكان أن العيادة المشيدة في ضاحية شبق تسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الصحية عن قرب، خاصة رعاية الأمومة والطفولة. وذكر الممرض وردي عبيو بأن أنشطة التوعية المتواصلة ساعدت في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، مشيرا إلى أن التطعيم بلغ نسبة 100%. ودعا لحل أوجه القصور بالعيادة لا سيما في البنى التحتية والمعدات. استشهد المناضل المقدم أشيتو تخلو علوم جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 73 عاما. التحق المناضل المقدم أشيتو بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يونيو من عام 1975، وعمل في فترة الكفاح المسلح في جهاز النقل وورشة صيانة الدبابات بالوحدة الميكانيكية.
وبعد الاستغلال عمل في مركز الخدمات الفنية العامة وهيئة إدارة قوات الدفاع، وفي الفرقة العسكرية 24 بالجيش الشعبي في مختلف مستويات المسؤولية. المناضل المقدم أشيتو تخلي متزوج وأب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة يوم 9 من يونيو. هذا وتعرب الفرقة العسكرية 24 بالجيش الشعبي عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل أشيتو تخلي أو علوم، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. تابعت وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والصين في العاصمة البريطانية لندن في محاولة لتعزيز هدنة هشة في نزاع تجاري طال أمده وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي. وترأس نائب رئيس الوزراء الصيني خا ليفينغ الوفد الصيني الذي يلتقي وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير في العاصمة البريطانية، على أن تستمر المحادثات ليوم واحد على الأقل. ويعقد هذا الاجتماع عقب مفاوضات جرت الشهر الماضي في جنيف، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين. ففي 12 من مايو المنصرم أعلنت واشنطن وبكين اتفاقا على تعليق الرسوم الجمركية التي تجاوزت نسبتها 100% لمدة 90 يوما، وهو ما خفف حينها من المخاوف العالمية من الانزلاق بقوة نحو الركود الاقتصادي. اتهم الكرملين حلف شمال الأطلسي الناتو بأنه أداة للعدوان والمواجهة، في وقت يستعد فيه أمين عام حلف الناتو مارك روتا للدعوة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي بنسبة 400%، وذلك خلال مؤتمر يعقد في لندن تحت عنوان مواجهة التهديدات المتصاعدة. ويأتي هذا الحراك في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب الدول الأعضاء الأوروبيين وكندا بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، ملوحا بعدم ضمان أمنهم في حالة تقاعس عن القيام بذلك. قالت اليابان أن حاملتي طائرات صينيتين رصدتا وهما تنشطان في المحيط الهادئ للمرة الأولى، في حين تشتبه طوكيو بأن بكين تعزز قدراتها العسكرية في المناطق البحرية النائية. وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن حاملة الطائرات شاندونغ و4 سفن أخرى من بينها مدمرة مزودة بصواريخ موجهة أبحرت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان المحيطة بجزيرة أوكينو توري الجنوبية النائية الاثنين. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع اليابانية لوكالة فرانس بريس أن هذه المرة هي المرة الأولى التي ترصد فيها حاملتي طائرات صينيتين تنشطان في وقت واحد في المحيط الهادئ. هذا وقد عهدت الصين بإعادة التوحيد مع جزيرة تايوان ذات الحكم المنفصل بالقوة إذا لزم الأمر. في الخبر الأخير، أعلنت روسيا اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا، والتي تأجلت نهاية الأسبوع الماضي بعد تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التنفيذ. ولم تفصح وزارة الدفاع الروسية في بيانها عن عدد أسرى الحرب الذين شملهم التبادل، لكنها أكدت أن الجانبين تبادلا نفس العدد. وكان مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي قد ذكر خلال عطلة نهاية الأسبوع أن روسيا سلمت قائمة أولى تضم 640 أسير حرب إلى أوكرانيا. وقال الجيش الروسي أن الأسرى المحررين موجودون الآن في بيلاروسيا لتلقي الدعم النفسي والطبي قبل نقلهم إلى روسيا لمتابعة العلاج. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صفقات التبادل ستستمر على عدة مراحل خلال الأيام المقبلة، ووصفها بأنها عملية معقدة تتضمن العديد من التفاصيل الحساسة، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة بشكل شبه يومي. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إجراء عمليات جراحة العيون في إقليم جنوب البحر الأحمر. جهود بناءة لتأمين إمدادات الدم بالتبرع الطوعي. مشتل صورونا يجهز الشتول اللازمة للحملة التنموية الصيفية.
لقاء أمريكي صيني رفيع المستوى في لندن. أمين عام حلف الناتو يدعو لزيادة ميزانية الدفاع الجوي. رصد حاملتي طائرات صينيتين تنشطان للمرة الأولى في المحيط الهادي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.